السلام عليكم ورحمة الله. حبايبنا اخواتنا الغاليين. شفتوا الجمال اللي قدامكم ده؟ طبعا دي انتوا عرفتوه ايه؟ رز معمر، بسم الله ما شاء الله عليه، وطالع بقى الوش ما اقولكوش عليه، الفلاحي الروعة، بالزبدة والسمنة البلدي، ورزاية مفرفرة، مش هقول لكم على الطعم. ودي كانت اكلتنا او غدانا يوم الجمعة. ان شاء الله نخش ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة يوم الجمعة بنكتر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونخش نشوف عملنا الأكلة أو الغدا الجميل ده ازاي، وبالذات الرز المعمر. أول حاجة هنقول بسم الله وهنبدأ. عندي كده عاملة كيلو ونص رز. هعمل واحد في البرام وواحد في الصينية زي ما انتم شايفين. أول حاجة غسلت الرز بتاعي وركنته شوية حوالي نص ساعة. تمام كده. بعد كده غليت اللبن بتاعي برضو وجهزته. وهنا بدهن البرام، وبدهن الصينيه، الحاجه المتوفره عندك اعملي فيها. اول حاجه دهنتها بالسمنه. وبعد كده هجيب بقى، عايزه تحطي سمنه على زيت تحطي السمنه او الزيت. وتحطيه الرز ده اهم شيء عشان يطلع رز معاكي فلاحي، وطعم وريحه وجمال، ويبقى كده مفرفر. اهم شيء تدعكي الرز مع الزيت او مع السمنه البلدي، كانك بتبسي كده الدقيق بتاعك عشان الكحك. تمام كده. يبقى دي اول خطوه عشان ينجح معاكي الرز المعمر، لازم تدعكي فيه كويس، وتكون منقعاه قبلها بشويه 10 دقائق بربع ساعه، تغسليه وتركنيه تصفيه من الميه بتاعته، وتحطي له كميه الملح اللي انت عاوزاها. ماشي كده. وبعد كده خلصت انا الخطوه دي. تاني حاجه تحطي عليه اللبن، الخطوه التانيه، بعد ما دعكتيه كده بالسمنه وحبه زيت. تمام. اجي بقى اغلي اللبن واروح حطاه على الرز على طول. تمام كده يا حبايبي. يبقى تاني خطوه ان احنا بنحط اللبن بتاعنا يكون سخن على الرز، عشان ده بيساعد على تسويه الرز كمان، ما ياخدش منك وقت وانت بتعمليه. حطيت بقى على المفروض كل كيلو رز حبايبي اهو زي ما انتم شايفين كده اللبن اهو. كل كيلو رز هتحط عليه كيلو لبن، عايز تحط كيلو الا ربع لبن على الكيلو رز ماشي. انا حطيت على الكيلو ونص، حطيت عليه كيلو ونص لبن. تمام كده يا حبايبي. اللي هم جم خدوا الصينيه اللي انتم شايفينها، وخدوا الطاجن زي ما انتم شايفين كده. كده حطيت اللبن بتاعي اهو، وظبطت الملح بتاعي. وبعد كده لو محتاج برضو رز لسه معاكي كده، تحس ان هو لسه محتاج لبن تاني، او عندك لبن زودي، مش عندك يبقى تحطي عليه حبه ميه صغيرين، برضو هيخليك الطعم جميل، مش هيبقى وحش. تمام كده. الزبده بقى او القشطه، كان عندي شويه قشطه بقى في التلاجة طبعا من بواقي اللبن زي ما انتم شايفين كده. ودي طبعا بيدي نكهه بقى الرز الفلاحي الجميل بتاع زمان المعمر على اصوله. حطيت زي ما انتم شايفه كده على وش الصينيه والبرام، وبعد كده او الطاجن. وبعد كده هاخد بقى الرز بتاعي مولعه الفرن من بدري. هتحطي امتى بقى الخطوه الثالثه؟ اول حاجه هتولعي الفرن وعلى اعلى درجه، وهتحطيه بقى في اللي فوق الصاجه بالظبط. عندك شوايه، هتولعي الشوايه مع زي ما انتم شايفين كده. ولعت الشوايه، وكان عندي شويه بقى بطاطا حطاهم قول بالمره، احطهم على الصاجه عشان يبقى ده يستوي مع ده. زي ما انتم شايفين وش الرز احمر ازاي، لان كنت مولعه عليه الشوايه ومولعه من تحت. اول ما الوش بتاعه يحمر معاكي، تبداي تطفي الشوايه، وتبداي تخليه بس على العين التحتانيه اللي هي على السطح بتاع الفرن. تمام كده يا حبايبي. وطلع زي ما انتم شايفينه بالجمال والروعه ده. جربي الرز الفلاحي اللي وصل معاه لحد هنا. ما تنسوناش من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حبايبي، على دعمكم الجميل وكلماتكم الجميله وتعليقاتكم الممتازه اللي بتقولوها لنا. فربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير. وطبعا اذا كان عاجبكم المحتوى بتاعنا، فطبعا ما تنسوش بالاشتراك في القناه عشان يوصل لكم منا كل حاجه حلوه بنعملها او بطريقتنا. يا رب الطريقه بتاعتنا تعجبكم. كده كان عندي فراخ اللي هي البلدي، اللي هي اللي اسمها اللي هي الكبيره، مش عارفه بيسموها فراخ اللي هي العتاقي. انا بحبها بصراحه، بيبقى طعمها جميل عن الفراخ البيضاء. جبتها وسلقتها وما خدتش وقت ولا حاجه. عندك بقى طبعا مش هجيب لكم طريقه السلق، كله معروف وعارفين بقى البهارات والحاجات الجميله اللي بتتحط على الشوربه. وكانت دسمه وجميله جدا. كانت محتاجه بقى ملوخيه، محتاجه محشي. بس انا بقى قلت النهارده ناكلها بقى كده حاجات خفيفه كده، لان زهقنا بقى من الطبيخ واللازم منه، فقلت نعمل الاكل زي ما انتم شايفينه كده. عندك بقى صلصه، عندك كاتشب، عندك شويه زيت او سمنه. بتمسكي بقى الفراخ تعمليها كده اهوت. بعد ما طلع الرز، رحت حاطه بقى الصينيه بتاعت الفراخ.
في قلب الفرن زي ما انتم شايفين كده دهنتيها. اهم شيء تدهنيها بدل ما تحمريها وتشرب زيت كتير و... وتبقى دسمه قوي، لا عملتها كده خفيفه مسحه بس بسمنه بلدي او زيت وحطيتها في قلب الفرن. ده الطاجن التاني ما كانش لسه حمار، فرحت جايبه برده حته قشطه تاني وحطيتها على وش البرام ودخلته يحمر زي الصينيه التانيه. تمام كده. كده الصينيه في الفرن بتاعت الفراخ. وهنا الطاجن التاني هوريه لكم برده بعد ما يطلع من الفرن. ما تنسوش تعملوا الخطوات اللي قلت لكم عليها. اهم شيء ادعكي الرز كويس، اغسليه قبلها بشويه وتنقعيه وتصفيه الميه، ما تسيبوش منقوع في الميه. تالت خطوه تحط عليه اللبن وهو سخن. ده اللي بتيجي بقى بيديكي بقى الرز الفلاحي بتاع زمان بتاع امهاتنا واجدادنا، اللي كنت بتشم الرز على مسافه كده من جماله ومن ريحته. وطبعا السمنه البلدي مع معلقه زيت من نظيفه، يعني زيت يكون كويس. تمام كده عشان دي بيديك اللمعه والفرفره بالنسبه للرز بتاعنا. دي الخطوات اللي قلت لكم عليها عشان تعملوها، وان شاء الله يطلع زي الفل باذن الله. كده خلاص الصينيه بتاعتي بقى كانت بدات تطلع من الفرن، هوريها لكم حالا اهي زي ما انتم شايفينها. بسم الله ما شاء الله. بالدهان حبه ملح صغيرين، حبه فلفل اسود وكاتشب او معلقتين صلصه وحبه زيت او سمنه، وبيطلع بالجمال ده. ولا تقليها ولا تقعدي بقى تتعبي وتبقى دسمه كده وتقيله على ايه، على قلب الواحد. لا كده حاجات خفيفه خفيفه كده ويبقى الطعم جميل. ما اقولكوش بقى كمان على شوربه الفراخ دي. ادي البرام التاني يا حبايبي زي ما انتم شايفينه. ودي الشوربه كانت متعلقه. ودي كانت اكلتنا يوم الجمعه. ما عملتش بقى ايه طبيخ والكلام ده كله. عايز بقى يعمل حبه ملوخيه جنبهم حبه طبيخ، بس انا حبيت الاكل تبقى خفيفه كده. عملنا الرز المعمر وعملنا معاه اللي هو صينيه الفراخ، وعملنا وخدنا معاه بقى شوربه خفيفه كده اهوت. وكان الاكل جميل. اتفضلوا معانا يا حبايبي تنورونا. وده كان صينيه الرز ودي صينيه الفراخ والبرام الرز التاني. هوريه لكم بقى ايه بعد ما هقطع بقى معاكم دلوقتي البرام او الصينيه. خدت منها ايه معلقه كده اهوت، وهوريكم شكل الرز عامل ازاي. تمام كده يا حبايبي. هوريكم برده كده قطعته كده زي ما انتم شايفينه قطع كده. عملت بقى كانه ايه تورته إيه بتاع الكيكه، وقطعتها كده قطع وهطلع لكم منها واوريكم بقى ايه الرز الجميل المفرفر الجميل جدا. والريحه بقى ما اقولكوش عليها. إيه حبيته بقى ايه يعني حطيته في اطباق وعملته قطع كده صغيره، كل واحد كده ايه في طبقه قطعه كده مع ايه القطعه بتاعت الفراخ. وحطت لهم بقى ايه كمان كل واحد كده طبق شوربه كده جنب الاكل بتاعه، عصره ليمونه كده حلوه. وكان الاكل خفيف ولذيذ. هوريكم طبعا القطعه اهيت معايا كانها قطعه كده ايه قطعه جاتوه. ما تقوليش بقى رز معمر. وبسم الله ما شاء الله على الفرفره وعلى الجمال وعلى لونه الذهبي الجميل. تمام كده عايزه شايفينه عامل ازاي. وكل واحد بقى كده في طبق بتاعه قطعه كده من الايه من الفراخ. وجبت لهم بقى حبه شوربه كمان كده مع كل ايه واحد. تمام. يا رب يعجبكم طريقه تيتا روكا. مسكت بقى المقص بتاعي، كل واحد بقى ايه جزء كده من الفراخ. تمام زي ما انتم شايفين بقى عماله اقطع كده بالمقص اسرع حاجه. في كل طبق كده قطعه وقطعه. ودي كانت اكلتنا النهارده يا حبايبي. اتفضلوا معانا. يا رب تعجبكم طريقه تيتا روكا. وطبعا ما تنسوناش من دعمكم الجميل. واهم شيء اللايكات اللايكات اللايكات. تمام كده. لان كنت تحط التعليق وتسيب اللايك. يعني ايه التعليق يبقى ممكن يوصل ل 100 واللايكات ما اعرفش فيها ايه. سبحان الله مش عارفه مع الكل ولا معايا انا. دوس لايكات 50 والتعليقات 100. طب ازاي؟ ما اللي بيخش يعمل التعليق ويكتب قادر بس يحط بصمه بصبعه كده بس، يعني تك على اللايك مش هيعمل حاجه يا جماعه والله. تمام كده. فالشوربه بتاعتنا بقى هيت مع الحاجه وادي كانت وجبتنا النهارده يوم الجمعه. يا رب يكون غدانا النهارده عجبكم. طبعا انا بحبكم في الله وبسعد قوي وانا معاكم، وبقدم لكم حاجه بسيطه من ايه من الحاجات اللي احنا نعرفها بتاع زمان. يا رب يعجبكم اكلنا. اشوفكم على خير. بحبكم في الله والسلام عليكم.